ازيكم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا لو بتشوفوني لاول مره ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير في القناه عشان نقدر نستمر في القناه ونكبر بيكم وليكم. النهارده معانا تحليه بسيطه، وزي ما حضراتكم شايفين هي قد ايه طالعه حلوه، كانها جايه من اكبر محل حلواني. وكانها جايه جاهزه من بره، مش معموله في البيت. وكل ده معمول من لفه جلاش. طبعا كلنا بيبقى عندنا دايما لفه الجلاش اللي بتبقى محطوطه في درج الفريزر، اللي احنا مش عارفين نعمل بيها ايه. عايزه اقول لكم هنعمل بيها النهارده حلويات، وهنطلع منها كميه مش بطاله وهتكون سريعه، ونقدر نعملها في اعياد الميلاد لو احنا مستعجلين وجايين لنا ضيوف مش عارفين نجيب حاجه حلوه من بره. هتكون في البيت احلى من بره، وهتكون سريعه ومش مكلفه. هنبتدي طبعا بالمقادير بتاعتنا، وسهله وبسيطه كالعاده، وانا حطها لكم في صندوق الوصف. عندنا هنا لفة جلاش حوالي نص كيلو. عايزين تضاعفوا الكمية مفيش مشكلة، لكن عايزة اقول لكم ان كل المقدار اللي شفتوه في اول الفيديو انا طلعته من نص كيلو. طبعا نص كيلو هيغرق لكم الدنيا وهيطلع منه كمية مش بطالة. عندنا هنا حوالي كوباية سمنة صغيرة مع نص كوباية زيت ذرة او عباد الشمس زي ما انتوا عايزين، وطبعا نوع السمنة او الزبدة زي ما تحبوا. وعليها نص كيس بيكنج باودر. طبعا البيكنج باودر هيكون ليه عامل التوريق مع الزبدة، وهيطلعه عندنا يكون مورق وهش وخفيف عشان نعرف نحشيه ونفتحه بسهولة. وحطيت طبعا معلقة صغيرة ممسوحة فانيليا. هندهن كل 3 ورقات مع بعض. عايزين تكتروا عدد الطبقات فيش مشكلة، اهم حاجة تدهنوا الطبقات كويس بكل الزبدة والسمنة اللي عندكم. ما بين كل طبقة وطبقة ندهن كمية مش بطالة، وبعد كده نطبقها على بعض. وبعد كده هنقسمها بالطول لاتنين. وبعد كده نقسم كل واحدة من اللي عندنا نقسمها لمربع، وبعد كده نتني المربع ونخليه يكون مثلث بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. تقدروا طبعا تشكلوه زي ما انتوا عايزين، لكن الشكل ده هيكون كويس معاكم عشان بعد كده نقدر نحشيه. طبعا ندخله على فرن متوسط الحرارة، وانا كنت مشغله المروحة عندي، وتخلوا بالكم منه جدا. وندهن الوش بتاعه قبل ما ندخله طبعا، لان هو معتمد على ان احنا ندهنه زبدة سواء ما بين الطبقات بتاعته او الوش بتاعه وهو بيستوي في الزبدة بتاعته، وعشان نطلع اللون الجميل بتاعه ده. هيكون عندنا سيرب طبعا ساقع، اهم حاجة ان هو يكون ساقع، والجلاش بتاعنا يكون سخن عشان طبعا يقرمش ويحتفظ بالطبقات بتاعته. هنسيبه يبرد. عندنا هنا كريم باستري انا ضربته بميه ساقعه، وطبعا هحاول ان انا اخليه يكون عندي تقيل ما يكونش خفيف عشان اعرف احشي بيه زي ما حضراتكم شايفين. عايزه اقول لكم ان الحشو ده اختياري، تقدروا تحشوا الجلاش اللي عندنا باي حاجه موجوده عندكم. انا كان عندي كريم باستري، وتقدروا تعملوا كاستر تقيل وتسيبوه في التلاجة لحد ما يبرد. وطبعا كان عندي مانجا ورمان اللي كان موجود في البيت، تقدروا تشكلوه زي ما انتوا عايزين، تحطوا كريم باستري، كريم شانتيه، نوتيلا، اي حاجه. عايزه اقول لكم ان انا سبت منه كميه كانت فاضيه من غير حشو. انا بحبه كده بيكون خفيف جدا ومقرمش وطعمه حلو. طبعا الحشو اختياري واللي موجود في البيت. وطلع لي كل الكميه دي، وقد ايه كان شكله حلو، وطبعا الطعم كان جميل وخفيف جدا. عايزه اقول لكم على قد كميه الزبده اللي بتكون موجوده فيه، لكن صدقوني بيطلع خفيف جدا، وتقدروا تاكلوا منه زي ما تحبوا. طبعا الفكرة بسيطة جدا ومش مكلفة، وتقدروا تساعدوا بيها بيتكم وأولادكم ومناسباتكم. طبعا لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير.